اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جامد جدا بناء على رغباتكم، طلبتوه مني كتير. هنعمل النهارده كده حاجه حلوه قوي بمناسبه عيد الاضحى، بقى كل سنه وانتم طيبين. هنعمل طاجن كده بطريقه مميزه جدا، انا واثقه انه هيعجبكم. الطاجن بتاع النهارده للناس الاكيله اللي بتعرف تاكل صح. هنعمل طاجن لحمه راس، بس مش اي طاجن، حاجه كده بجد من الاخر. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقه. يلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا معايا هنا 2 كيلو من لحمه الراس، زي ما انتم شايفينها كده، غسلها كويس جدا جدا جدا. اهم حاجه تغسليها كويس، لان طعم الطاجن بيعتمد على نظافه لحمه الراس. مهم جدا تغسليها. غسلتها بالملح وكمان بالليمون وشطفتها كذا مره. ومعايا هنا كمان البوكيه جرنيه. معايا هنا بصل مقطعاه وطماطم، وكمان معايا هنا ورق راوله وحبهان، وكمان كذا فص من الثوم مقطعاهم سلايس كده، وكمان جزر. والفلفل ده انا هقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي. ومعايا هنا بصل مقطعاه صغير، كارو صغير، وكمان طماطم انا مسبكاها وكنت حاطاها عندي في الفريزر، مسبكاها جاهزه. طماطم مش صلصه. وحوالي هنا حوالي 10 فصوص من الثوم، برضو فرماهم. والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه وكزبره وكمان قرفه وبابريكا. دي البهارات بس اللي انا هستخدمها النهارده. هنبدأ بقى بالطريقة بتاعتنا. انا هاخد حلة كده واسخنها على النار، وهحط كده معلقة من السمنة البلدي، بس اهم حاجة تكون الحلة سخنة قوي عشان لما اضيف اللحمة ما تنزلش ميتها. دلوقتي بقى احط اللحمة بتاعتي. القطعية بتاعتها حلوة جدا، لازم تكون قطعيتها حلوة، تكون الجزار انت عارفاه واخدة عليه ويديك لحمة كويسة، بالذات في لحمة الراس. شايفين بقى اللحمة شكلها حلو ازاي؟ تحفة جدا. الاكله دي ليها عشاقها، اكله روعه. بس جربوا الطاجن ده هيعجبكم قوي، انا واثقه ان انتوا لو جربتوه هتعملوه على طول. وهديها بقى تشويحه حلوه كده. اهم حاجه في المرحله دي انا مش هبدا اقلبها. لو نزلت اي ميه هسيبها الاول تنشف ميتها، وبعد كده هبتدي ان انا اقلبها عشان ما تنزلش ميه اكتر. دلوقتي بقى ابتدي ان انا اقلبها كده واشوحها. لازم تنشف تماما، مش هضيف لها في المرحلة دي ولا ورق راولة ولا حبهان ولا بهارات ولا هنكهها خالص، ولا حتى البوكيه جرني. هفضل اشوح فيها شوية كده كتير لغاية ما تبقى عندي باللون ده. برضو مش هستكفى بكده، برضو هقعد اشوح فيها شوية تاني. الطاجن ده تحفة، ياريت تجربوه، هيعجبكم جدا جدا جدا. كان طعمه وريحته مفيش بعد كده. برضو ما زلت بشوح فيها، طبعا التوقيت يعني تشوح فيها بتاع تلت ساعة كده مش اكتر، لغايه ما لونها يحمر كده، تديكي لسعه في اللحمه، بتبقى حلوه قوي. ايوه بالظبط كده. بفضل اقلبها كده وايديا فيها على طول. بعد ما تنشف ميتها، لو نزلت اي ميه سيبيها الاول تنشف ميتها، وبعد كده ابتدي اقلبيها. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ بعد كده بقى هبتدي ان انا اضيف لها البهارات. مش هضيف لها ملح خالص دلوقتي، ما ينفعش، لحمه الراس بتاخد سوا كتير، مش هضيف ملح خالص دلوقتي. انا ضفت البهارات بتاعه اللحمه، وكمان ضفت شعره قرفه، ولو عندك شعره جنزبيل برضو ممكن تحطها لها. وهقلب برضو كده شويه. شايفين لونها بقى؟ لونها بقى جميل جدا. خلاص كده كفايه عليها تشويح. هبتدي بقى ان انا اضيف لها الميه السخنه. طبعا الميه بتغلي في الكتل، هبتدي ان انا اضيفها بقى بالشكل ده. طبعا اي لحمه وانتي بتسويها، مش لازم لحمه الراس بس، اي لحمه بعد ما بتشوحيها كده ما بتضيفلهاش ميه بارده، لازم بتضيفلها ميه سخنه بتغلي. مهم جدا يا جماعه الحته دي. شايفين بقى؟ دي المنكهات اللي احنا هنحطها، او ده البوكيه جرنيه، اللي هو الطماطم والبصل والثوم والجزر، ورق الراوله والحبهان. كل الحاجات دي بيدي طعم حلو قوي للشوربه بتاعتنا. شايفين بقى الشوربه ما فيهاش ريمه ولا اي حاجه، ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده، لان اللحمه مغسوله كويس جدا. خلاص كده هنقلها على شعلة تانية واوطي عليها واسيبها تستوي على الهادي. هحط كده بقى حلة تاني على النار، وهحط كده معلقة من السمنة البلدي، وهبدأ ان انا اضيف البصل بتاعي اللي مقطعاه بالشكل ده كاروه صغير كده. وهبتدي كده ان انا اشوحه لغاية ما يصفر. هضيف بقى قرنين شطة، طبعا الشطة بتديلها طعم حلو قوي قوي قوي. لو مش عايزة شطة ضيفي فلفل. انا ضفت قرن شطة احمر وقرن شطة اخضر، بيديلها طعم ونكهة حلوة قوي. هبتدأ كده اشوحهم، وبعد ما يتشوحوا تشويحة حلوة هضيف بقى الثوم.
التوم ده بقى بيديلها ريحة يا جماعة وطعم مفيش بعد كده. بتاع كده ايه 10 فصوص توم كده، معلقة توم كبيرة كده حلوة، ضفتها بالمنظر ده. واول بقى ما يبدأ الريحة بتاعة التوم تطلع، شايفين بقى شكل البصل مع الثوم مع الفلفل روعة. ضفت لهم كده بقى فلفل اسود، وكمان الكزبرة الناشفة علشان فيه توم، وكمان البابريكا. وهبتدي كده اقلبهم عشان ريحة البهارات تطلع. التسبيكة اللي هنعملها دلوقتي هتخلي الطاجن بتاعنا تحفة. هقلبهم كده كويس قوي، وهجيب بقى الطماطم بتاعتنا دلوقتي وهبتدي ان انا اضيفها. دي طماطم انا كنت مخزناها في الفريزر. هحط لكم اللينك بتاع تخزين الصلصه في الفريزر في صندوق الوصف، السهم اللي جنب عنوان الفيديو. بتبقى طريقه حلوه قوي، وبتبقى حلوه قوي وموجوده عندك طول الوقت، وطبعا افضل من الصلصه الجاهزه مليون مره. هبتدي كده بقى الخلطة بتاعتي اسيبها تتسبك شوية. ودلوقتي هجيب كده 3 4 مغارف من الشوربة. اللحمة بدأت تستوي. انا حطيت التسبيكة اللي انا بعملها دي بعد تقريبا بداية ساعة من السوا. دلوقتي بقى لقيت اللحمة بدأت تدخل في السوا، فخدت كده كذا مغرفة وحطيتهم على التسبيكة بتاعتي. على فكرة يا جماعة الشوربة بتاعتها بتبقى حلوة قوي. خلاص كده بدأت تغلي، ودلوقتي بدأت تكون جاهزة معايا ان انا اركب الطاجن بتاعي. شايفين بقى الريحة بتاعت التسبيكة دي تحفة. هغطيها بقى وهركنها كده على جنب وابص على اللحمة. هبتدي بقى دلوقتي في المرحلة دي احط لها الملح. ده ما حطيتلهاش ملح غير في التوقيت ده. هي داخلة في السوا كده يعني تقريبا دلوقتي حوالي 90% سوا. احط لها كده الملح. شايفين الشوربة بتاعتها روعة. اعملوها بس بالطريقة دي يا جماعة، هتبقى اللحمة والشوربة والطاجن بتاعنا هيبقى تحفة جدا. شايفين بقى اللحمة مفيش بعد كده، الشوربة بتاعتها جميلة جدا. دلوقتي بقى هبتدي انا انشل اللحمة كده من الشوربة، هطلعها كده من الشوربة. انا بقول لكم استوت تقريبا 90% في التوقيت ده. هطلعها بقى كده، وهبتدي دلوقتي اركب الطاجن بتاعي. لو عايزين تعملوا الطاجن من غير اي خضار مفيش اي مشكلة، لو عايزين تحطوا خضار برضو مفيش اي مشكلة. انا حبيت النهارده ان انا اعمل الطاجن بتاعي بالبطاطس، بيبقى حلو قوي قوي قوي. واي خضار انتي بتفضليه او بتحبيه ضيفيه للطاجن بتاعك. جبت كده الطاجن الكبير بتاعي ده، حطيت فيه تقريبا كيلو من البطاطس، قطعتها كده قطع، قطعة يعني كبيرة شوية مش صغيرة قوي. وهحط عليهم كده بقى الصلصة بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض بالشكل ده. ودلوقتي بقى احط اللحمة فوق الوش. اللحمة يا جماعة تحفة جدا. عشاق لحمة الراس بقى يعملوا الطاجن ده هيعجبهم جدا. حط لحمة فوق الوش كده عشان تاخد تحميرة حلوة. اي خضار انت عايزاه تعمليه في الطاجن اعمليه، مفيش اي مشكلة. الخضار اللي انت تفضليه وتحبيه اعمليه. لو عايزة تعمليه سادة برضو مفيش اي مشكلة. نفس الخطوات اللي احنا عملناها بس من غير اي خضار. حط كده بقى برضو مغرفتين كده صلصة على الوش فوق اللحمة. وبكده هيكون جاهز معايا. حلو قوي كده. انا هنا جبت طاجن تاني بقى، حطيت فيه بامية كنت مخزناها عندي في الفريزر. ما انا بقولك اي خضار تحبيه اعمليه. انا وريتك الحتة دي عشان اعرفك ان اي خضار تفضليه اعمليه بالشكل ده. حطيت عليها كده الصلصة، وهبتدي دلوقتي احط اللحمة فوق الوش. حلو قوي كده. حط لها برضو شوية صلصة كده فوق الوش، كده الطواجن بتاعتي جاهزة. بس مهم جدا بقى قبل ما تدخليها الفرن، دلوقتي ادخلها الفرن بس هحط لها ورق فويل على الوش علشان الخضار بتاعي يستوي. هي بتقعد حوالي ساعة في الفرن، يعني من ساعة لربع ساعة. طبعا البامية استوت قبل البطاطس، والطاجن الصغير ده طلع قبل البطاطس. البطاطس يمكن اخدت وقت اكتر من البامية شوية. دخلها بقى دلوقتي الفرن بس على درجة حرارة عالية. ما تحاوليش توطي النار لان ده فخار. الفخار بيستخدم درجة حرارة عالية، بياخد درجة حرارة قوية جدا. يعني علي الفرن، خليه على اعلى درجة. وقبل ما تستوي بحاجة بسيطة، طبعا هو يعني اللحمة مستوية 90%، يعني أقصى حاجة ساعة، أقصى حاجة ساعة. شايفين بقى اللحمة مستوية ازاي؟ والطاجن لما طلع شكله تحفة. شايفين عاملة ازاي؟ عايزة أقول لكم يا جماعة إن كان الريحة والطعم مفيش بعد كده. حاجة كده قمة في الجمال والروعة. والبطاطس كمان شايفين زبدة. ايه رأيكم بقى في الطاجن بتاعنا النهاردة؟ شكله مغري جدا. هطلع كده معاكم قطعة من اللحمة واوريكم السوا بتاعها هي والبطاطس.
بصوا بقى الجمال والحلاوة، شايفين؟ بصوا كده، طلع قطعتين بطاطس كمان زبدة. بصوا بقى كده، البطاطس بتاعتنا استوت وبقت زي الزبدة. تعملي معاها بقى شوية رز كده بالشعرية، بيبقى روعة. واللحمة كمان مفيش بعد كده. يا ريت تجربوه، هيعجبكم قوي. واللي ما بيحبش لحمة الراس واتفرج علينا يجربه، وانا واثقة ان هو بعد الفيديو ده هيحب لحمة الراس جدا. ايه رأيكم بقى؟ بصوا كده اللحمة، شايفين؟ زبدة مش حاملة. شايفين بقى؟ مستوية جدا. شايفين اللحمة؟ مفيش بعد كده. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.